تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بقى الفيديو بتاعنا عن إعلان رصة ال AI 358. الفيديو اللي فات وضحنا شرح طريقة الاشتراك في رصة ال M251 ال Object Oriented. المرة دي هنوضح الاشتراك في رصة مادة ال AI ال Artificial Intelligence. تمام كده. المادة دي زي ما عارفين TM 358 ده كود في بعض الفروع مش هتعرفه، هي اتسمت كده في مصر قول مثلا قبل ترمين ثلاثة بالكتير، لكن هي أصلا المادة دي عبارة عن تي ام 366 في فروع تانية، عبارة عن مادة تي ام 270 في تخصصات تانية في فرع مصر وكم فرع برضه. 270 هي مادة ال AI في تخصص ذكاء اصطناعي، 58 هي نفسها بالظبط في تخصص كمبيوتر ساينس. تمام. الفرق بين المادتين بيكون في آخر فصل فيهم، 270 بيكون محتوى آخر فصل زايد شوية عن 58 بس، إنما 66 تبقى هي النسخة القديمة من المادتين دول. 66 فيها كتير من محتوى 58 وكتير جدا من محتوى 270، لكن بيبقى فيها محتوى نظري كتير، والشباتر الأخيرة في 58 و270 مش موجود أغلبها في 366، لكن الأجزاء اللي في الأول كلها والعمل اللي هو من الميد وبعد الميد بحاجة بسيطة موجود كله في 366. فدي مادة ال AI في كل التخصصات والفروع. طيب أنت لما تيجي تشترك معاها بقى في القناة دي إيه اللي متاح ليك؟ بص، خلينا مثلا عايزين نجيب اسمه إيه ده؟ عايزين نجيب حجم الماتيريال كام هنا. زي ما انت شايف حجم الماتيريال ما شاء الله. تمام. كل ده معاك. اي ماتيريال زميلك يسأل عليها في اي جروب اي فرع كنت فيه هتبقى معاك هنا. وشوف هنا في البند مسج، هتلاقي احدث رسائل، وهتلاقينا الحمد لله فرحانين ان ايه، يعني بنحتفل مع طلبة الاختبار جاي زي ما شافوه في الفيديوهات الموجودة في القناة بالظبط. تمام كده. آخر اختبارات موجودة. دي رصة فاينل. تمام كده. موجودة في المثبت. وأنا حتى لما أنت بتشترك هتلاقيني معاك برضو، لو أنت مش عارف تتعامل ممكن أرجع منشلك. تمام كده. رصة الفاينل نفسها، ومن حد من أول هنا كده شرح الفاينل شابتر شابتر. تمام. ودي بقى رصة الميد ترم نفسها. تمام. فأنا هضيفك للقناة بعد الاشتراك. معاك الفيديو الميد ترم، مراجعة الاختبارات، ومحتوى كتير تذاكر منه الميد ترم، وتفاعل زمايلك مع الفيديو وقت ما نزل زي ما انت شايف موجود اهو. تمام. تمام كده. والماتيريال بقى مش محتاج يعني ايه اقعد اعرض لك الماتيريال كلها. عايز درايفات، عايز توضيح سؤال، عايز اخر اختبارات، عايز اختبار الترم الاول السنه اللي فاتت لا الترم الثاني. تمام كده. كل ده موجود. طب تجميعات موجود، طب مراجعات موجود. تمام كده. ملخصات النظري، الماده اتقسمت اسمه ايه ده، الجزئيه الجديده ازاي نذاكر النظري، هتلاقي الملخص ده. تمام كده. يعني الباشمهندسه موجوده في الجروب واتس عاملاه بتذاكر منه بس النظر للاختبار. تمام. بنستعين مع حاجات من 270 لان زي ما قلنا هي ماده 358 بالظبط ناس خلاص. تمام كده. واعرف معلومه ان 270 اختبارهم بيكون قبل 58، فلو انت مسجل الماده دي 58 لازم تكون على تواصل مع الطلبه تبع 270 ليه اختبارهم قبل 58 وشبه اختبارك قوي، فلازم تكون على تواصل معاهم عشان تاخد اختبارهم سواء ميد او فاينل بعد ما يخلصوا. تمام كده. طيب دراسة المادة قلنا فيديو وفي محتويات تشرح لك أكتر. وتيجي بقى معايا هنا، وده المهم بقى الفاينل. فاينل المادة دي بيكون يعني مش صعب، اللي هتذاكره هتلاقيه نسخ لصق حرفيا. دي مادة هذاكر اللي ذاكرته هلاقيه في الاختبار، بس الفكرة إن الاختبار الفاينل بيكون مبني على بعضه. تمام كده. يعني هتلاقي أسئلة إجابة السؤال الجاي على اللي أنت عملته في السؤال القديم، فعشان كده الفاينل مهم ولازم تذاكر. يعني بص، فصل فصل، وتبقى معاك الآلة الحاسبة وتتدرب وتطبق ورا الفيديوهات دي. فشوف من أول هنا كده، ده كده بداية رصة الفاينل. شوف كل شابتر اتشرح لوحده، كل شابتر في فيديو لوحده، العملي تبعه والنظري زي ما قلنا ماله عاملينه في الملخصات اللي احنا بعتينها. تمام كده. ادي تجميعات الاختيارات، تجميعات ملف اللي نذاكر منه المقالي والاختيارات. في مقالي بتبقى حوالي 3 4 اسئله،
مش عايز منك في اجابه كل واحده منهم غير سطر واحد على اللي انت فهمته عنها، وانت هتفهم من فيديوهات الرصه اللي موجوده، وهتفهم من الملخص اللي هتقراه، ملخص 36 صفحه، بقول لك حاجه كده 23 صفحه. هنشوف الحاجه اللي بنذاكر منها النظري تبع الماده عدد الصفحات 23، ومش مثلا مصغرين وكابسين الخط وحاطين الماده، لا لا، هو اصلا النظري قليل في الماده، الماده كلها عملي. تمام. بقى العملي هتخلصه من الفيديوهات دي زي ما قلنا، الميد والفاينل، وبعدها النظري من الملخصات. تمام. واللي هتشوفه في الفيديوهات بإذن الله هيجيلك في الاختبار. وزي ما شفت احنا ايه، مشاركين صور الاختبارات، كل مرة خلصوا هم اختبارات الفاينل وبعتوا لنا، وكنا بنحتفل معاهم ان الاختبار جاي لهم بالظبط زي ما عملنا في الفيديو. تمام. او ده كان اختبار 270 او شوف، بفكرهم ان هيجي لهم منه اختبار الفاينل. تمام كده، وخلصوا واختبروا فاينل. شوف، من الرصة العملي بالكامل، واسمه ايه ده نظري من الملخصات. شايف كده؟ بس فده اللي بنقدمه لك. تمام كده. احنا طبعا هنا كنا بنحتفل ان الحمد لله كنا خلصنا وقتها، لان كنا مسجلين المادة. تمام. فهتلاقي ايه، مش مسجلين المادة، كنا خلصنا جامعة وقتها الحمد لله. عقبال فاسمه ايه ده، ده كل الباكج اللي هتاخده، الاشتراك لمدة ترم، وسيلة التواصل معاه على الخاص هتلاقيني موفرها لك في الوصف الفيديو. تتواصل معايا على الخاص واتس، تتواصل معايا على الخاص تليجرام. تمام كده. بعد ما بتدفع بضيفك، بتفضل في القناة معاك لمدة ترم كامل، معاك المحتوى ده كله. تمام. وما تقعدش تقول ان هو تليجرام فانا محتاج. لا، بص انت مثلا لما تفتح القناة دي، هي قناة خاصة. تمام كده. اي حاجة هتشغلها بعد كده لما تيجي تفصل الواي فاي او تشتغل بدون نت، او خدت الجهاز في مكان تاني مفيش نت، الحاجة اللي انت نزلتها مرة هتدخل تاني مرة فيها كده نازلة خلاص. فالفيديو هيكون شغال معاك لو انت اتفرجت عليه اول مره مع الواي فاي. تمام كده. او نزلته بالواي فاي وسبته عشان تاخده تتفرج عليه في اي مكان تاني. تمام. بس ده كل حاجه لرصه الاي اي تي ام 358 او 366 في اللي فات، او زي ما قلنا 270 في تخصص الاي اي. زي ما انت شايف 344 ملف، كل ده معاك، 437 صوره. تمام كده. الفيديوهات 38 فيديو، مع فيديوهات ليا وفيديوهات من مصادر تانية كتير، تجميعات من قنوات وجروبات، يعني عايز اقول لك جروبات الخليج وجروبات مصر وقنواتهم، كل ده هيكون معاك. ولينكس بقى روابط كتيرة الناس تساعدك من اليوتيوب، من تليجرام، بوتس، حاجات زي كده. تمام. فده كله معاك. ده كده كل حاجة. الإعلان عن باكج ال AI 358 مهتم، وسيلة التواصل زي ما قلنا في وصف الفيديو. بعد الدفع أضيفك مدة ترم كامل، بعد انتهاء اختبارات النهائية للترم بنطلع الكل من القناة. اللي بوضح النقطة دي عشان ايه ما حدش بعد كده يقول كنت توضح، لأن في ناس ما كانتش عارفة كده. تمام. بس اشوفكوا بقى ايه في اعلان الرصه الجاي ان شاء الله باذن الله. وما تنساش تشارك الفيديو مع زمايلك في الجروب، يعني ما تشوفش الفيديو لوحدك، لا ابعت الفيديو كمان للمهتم. تمام كده. طب انت مثلا هتقول لي طب وايه الميزه، يعني انا هستفاد إيه لما احضر الفيديوهات تبعك؟ بص، 58 تبقى محتاج اسلوب الرصه. الاي اي لو حضرت مراجعه مع دكتور، لو حضرت شرحه، لو حضرت محاضرته مش هتفهم حاجه. تمام كده. لان هو عايز ينجز، وانه يدي المحاضره وقتها بطريقه انه يشرح لك واحده واحده. مش هتلاقي دكتور يعمل كده. تمام. مش هتلاقي دكتور يقعد معاك في ماده الاي اي يمليك الحاجه واحده واحده. هتلاقي نفسك بتروح المحاضره وتحضر وتقعد ال3 ساعات وتطلع مش فاهم حاجه وراسك وجعك. تمام كده. فانت اللي هيفيدك في الماده بجد هو الرسم. انا شايف كده. تمام. هو الرسم، وان هي بتجيب من الاخر الخلاصه. هتقول لي طب ما اروح احضر ورك شوب في الجامعه. طب ما انت تحضر ورك شوب، كم حد بيحضر معاك الورك شوب؟ عشان ماده الاي اي خطيره. بتلاقي المعمل اللي هو بيدرسك العملي مليان، فل 30 40 طالب، وكله بيتكلم، مش هتعرف تسمع، مش هتعرف تركز. والمادة خطيرة، واللي هتذاكره جاي في الفاينل أصلا. الحاجة اللي أنت بتحضرها في المحاضرة وفي العمل الورك شوب جاية، فأنت لو في أي تقصير لأي سبب فيهم مش هتعرف تحل في الفاينل. فأنت هنا الرصة جاهزة، الفيديوهات جاهزة، الحلول صحيحة، الإجابات صحيحة، مفيش غلطة الحمد لله. زمايلك ترمين وثلاثة قبلك اشتركوا والحمد لله ناجحين في المادة. تمام كده. فاسمه إيه ده، مهتم، كلمنا في الخاص بعد الدفعة دي فقط إن شاء الله بإذن الله. بس ده كل حاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في إعلان الرصة الجاي.